مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم. احنا معكم من الجديد في حصتنا الجديده. تحياتي للجميع، في خاطر الناس اللي يحبونا وتسالوا علينا من القلب للقلب داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. تحياتي لكم الاخوان جميعا. الاخوان كيف ما كنقول لكم قبل ما غادي ندخلوا في الموضوع وندخلوا في التفاصيل، الاخوان عطونا الاخوان بارطاج في الفيديو وعطونا الراي ديالكم الاخوان في هذا الفيديو. بعض الاخوان اللي باغيين يعرفوا اشنو كاين الحقيقه في الدقيقه. الاخوان هذا الفيديو غنتكلموا على ندى حسي وغنتكلموا لكم على بنت البدويه. المهم في هذا الشيء اللي هو كاين واللي هو اطار الموضوع واطار لبعض الاخوان اللي باغيين يفهموا اشنو كاين. الاخوان كيف ما كنقول لكم غادي نتكلموا لكم على ندى حسي، هي الاولى في هذا الشيء ديال الحجاب. اشنو وقع؟ يعني كيف ما كتشوفوا نتوما على الصور عبر التواصل الاجتماعي في الفيسبوك وفي اليوتيوب غتفهموا القضيه وهاد الضجه اللي دايره يعني بصفه عامه، وهذا الشيء اللي هو واقع، وغادي تفهموا معنا بالدلائل اشنو كاين. الاخوان كيف ما كنقول لكم ندى حسي كانت دوزت واحد العام تاع الحبس، ولكن مني خرجت من الحبس كيقولوا راه ندى حسي راها محكوم عليها يعني دير الحجاب. ولكن الاخوان هادو اللي قالوا هاد الهضره انا ما متفقش مع شي واحد يعني يقول لك راه محكوم على باش دير الحجاب. اسيدي يكون محكوم عليا باش دير الحجاب، اسيدي يديروا هاد الناس اللي كاملين غاديين في الشارع هي تحكم عليهم هما يديروا الحجاب. هذاك غير بروتوكول دارتو ندى حسي، يعني سياسه، يعني راه اللي فهمها غيفهمها واللي ما فهمهاش راه ما غاديش يفهمها. انا ماشي غادي انا كنقول لكم شنو كاين. يعني ندى حسي اشنو قالت؟ خرجت دايره الحجاب. كاين بعض الاخوان خرجوا عبر التواصل كيتكلموا قال لك اياه ندى حسي راه دايره الحجاب راه كذا واقع ما واقع من هنا من لهيه. ما علينا بداك الشيء. داز هذيك الضجه اللي ناضت دابا يعني راها حيدات الحجاب. شنو هذا الشيء كذا كذا. راه الاخوان هذيك راه هي اللعبه ديالها مني خرجت من الحبس ولعبت اللعبه ديالها، وعاود ثاني دارت اللعبه ديالها باش تبقى غاديه بالبرنامج ديالها. راه هي من 2021 استحمار الشعب كيف ما كانت قالت في الاول. راه قالت لك حنا كنديروا البروتوكولات، هي راه ديجا كانت حكات هذا الشيء للبيبليك وحكاتو للجمهور. راه بنادم مقلوب عليه كيما قلنا الجفنه حيت بينا هو. راه هي ديجا هضرت في هذا الشيء وقالت ليهم راه انا غير ديجا قالت ليهم انا راه غير حنا عا كنضحكوا. هضر مع هشام من الاولي قال لها سكتي ما تقوليش هاد الهضره. كيقول انت ما كتعرفيش تهضري. كنطاكاها هشام من الاولي شحال هذا. المهم لبعض الاخوه اللي باغيين يعرفوا شنو كاين والامور هي مني ندى حسي هي اللي كيف ما كنقول لكم كل حر في حياته. هذا الشيء غير بروتوكولات ولعب واستحمار الشعب، يعني كيضحكوا على بنادم كيما بغاو بطريقه فنيه وطريقه تقنيه بدون مشاكل، بدون صداع، بدون حباسات، بدون كذلك. المهم الاخوان وكل كيبقى حر في راسو يعني في هذا الشيء ديال الحجاب. دير الحجاب ولا تحيدو كاع ولا تفسخ سروالها كاع، هذاك الشيء كتبقى هي الحر، كتبقى هي حره في هذا الشيء. يعني ما كاينش اللي غيجي يدخل فيقول لا 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 ديري هذه ديري ديك كلها كيبقى حر. المهم الاخوان كيف ما كنقول لكم شكون اللي كيبقى مسؤول على هذه القضيه هذه؟ كيبقى مسؤول هو الزوج ديالها، هو اللي كيبقى مسؤول عليها في هذا الشيء اللي كدير فيه هي. وواحد القضيه اخرى ثاني لبعض الاخوه اللي باغيين يفهموا يعني على بنت البدويه الاخوان كان واحد سوء تفاهم في السوشيال ميديا، وواحد سميتو كان غير واحد سميتو هو اللي يعني اللي ولكن انتهى الكلام. غير شي حاجه كانت على السوشيال ميديا، كان القضيه كان فيها الزروالي، كان فيها بزاف ديال الامور كانت. والمهم حنا ما علانا بداك الشيء الخوت، حنا ماشي يعني ما علانا بسميتو. كلها كيبقى حر في راسو، كلها يدبر دماغه، يعني كلها كيدير اللي كتخرجوا كلها كيدير اللي كتسلكوا. حنا ما غاديش نجيو نبداو نقولوا لا حقا هذه ما هذه. المهم هذا هو السوء التفاهم اللي وقع مع بنت البدويه. راه لي سيدي ندى حسي
الندى حسيه الاخوان هي كتبدا البروتوكولات ديالها من الاول هي كتبقى تهضر وتدوي وكذا، ومهم غاديه بالفيلم ديالها. حنا ما غاديش نجيو نقولوا لا حقا انت كذا كذا من هنا من لهي. حنا ما غاديش نجيو نداخلوا في ندى حسي ولا في يعني دير الحجاب ولا ما ديروش، ولا المهم كيبقى شغلها هذاك. حنا كنشوفوا على البروتوكولات اللي غاديه والسياسه، وبنادم ما كيدي ما كيجيب في هذه القضيه هذه. وحنا ماشي شغلنا كل يعوم بحرو كل يدير اللي بغا. ما غاديش نجيو نداخلوا حنا في البشر، حيت بينا هو دير الحجاب ولا ما ديروش. داكشي كيبقى شغلهم هذاك، كيبقى شغلها هذاك. والاخوان اللي خاصهم يفهموا راه هادشي اللي كاين الخوت. والمهم واحد القضيه اخرى غادي نزيدو ندويو عليها ونتكلموا عليها لبعض الاخوان اللي باغيين يفهموها، وهي مني بنادم كيولي كيبقى كيتداخل في شي حاجه ماشي سوقو فيها. هذا هو بعض الامور اللي بعض الاخوان باغيين يفهموها. راه هي هذه الاخوان. ما غاديش نطول انا عليكم في هذا الفيديو، عطوا معكم بارطاج. مع السلامه.